الفلتر ده بنختار فيه احسن لعيب في الاهلي بناء عن تقييمك للموسم السنه دي. فاول اختيار مين هيبقى؟ قفشه ومحمد هاني. بصراحه هختار محمد هاني عشان هاني كان افضل السنه دي. كهربا ولا الشنو؟ لا، الشناوي عشان هو الكابتن. السولية ولا اوفا؟ اوفا لعب ماتش عمره في ماتش الذهاب في افريقيا النهائي. وعمرو السولية بصراحة السنة دي يعني الإصابات بعدته شوية، بس كان مؤثر في ماتشات كتير. فطبعا للخبرة أنا هختار السولية. عبد القادر ولا معلول؟ منك يا علول. طبعا هختار علول. حمدي فتحي ولا متولي؟ متولي لولا الإصابات برضو بعدته السنة دي كتير، بس اللي كان مؤثر احنا قلنا هنختار باللي مؤثر أكتر مع الأهلي، فأنا هختار حمدي فتحي. بيرسي تاو ولا شريف؟ شريف محتاج يراجع نفسه في حاجات كتير، ساعات بيظهر وساعات بيختفي كتير قوي. فطبعا المؤثر احنا قلنا نختار ايه؟ بالمؤثر اكتر، هختار بيرسي تاو. ياسر ولا طاهر؟ طاهر ولا ياسر؟ اكيد ياسر، يعني كان وتد بصراحه في الدفاع. لا، ياسر. عبد المنعم ولا ديانج؟ وده اختيار صعب جدا، بس بلا منازع السنه دي كان عبد المنعم ملوش منازع، فهختار عبد المنعم. الشنو ولا هاني؟ بص، هو هاني السنه دي الظروف سمحت له ان هو يعمل موسم عمره، يعني 2 لعيبه اتصابوا عليه وهو اللي كان التالت بتاعهم، فهو عمل ماتش حلو وعمل موسم حلو، يعني اقصد عمل موسم حلو يعني. فانا هختار الشناوي معلش. علول ولا السولية؟ معلول طبعا عامل موسم السنة دي، هو خلاص يعني تقريبا معلول يعني خلاص احنا نعتبره واحد من ابناء التتش. فمعلش يا سولية، انا هختار علول. حمدي فتحي ولا تاو؟ الاختيار ده هيبقى صعب شوية، بس معلش انا هختار حمدي فتحي عشان كان مؤثر اكتر. هما دولت يعني يعتبر 70 قصر النيل اللي كانوا واقفين ورا، وكانوا بصراحة كورتهم حلوة وهادية، وياسر اتطور جدا، بس انا هختار عبد المنعم. علول ولا الشناوي؟ وده اختيار مستحيل جدا، بس انا هختار الكابتن. حمدي فتحي ولا عبد المنعم؟ اختيار صعب جدا، بس انا بالنسبة لي اقوى لاعب السنة دي هو كان عبد المنعم. النهائي، والنهائي ده هيبقى صعب. يا ترى مين، الشناوي ولا عبد المنعم؟ ودول اختيار صعب جدا جدا جدا. انا بصراحة مستبعد ان انا اختار حد منهم، فانا هسيب لكم انتوا بقى في الكومنتات تقولوا